السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم قصة حقيقية ومرعبة جدا صارت مع شخص اسمه سليمان من السعودية. سليمان كان يحب يسمع الأغاني ويغني بكل وقت، واللي صار معه يا جماعة الخير شيء جدا صادم ومرعب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء تحية لإخواننا في السعودية وفي كل الوطن العربي، وربي يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين. وبس صلوا على رسول الله ونبدأ على بركة الله. أنا اسمي فهد، عمري 23 سنة، وعندي أخوي اللي أصغر مني اسمه سليمان وعمره 21 سنة. وسليمان هو صاحب القصة اللي بنحكيها اليوم. خوي سليمان يا جماعة الخير كان مدمن على الأغاني ويحب يغني، وصوته صراحة يعني كان جميل جدا، وكان يسمع في الأغاني ويغني ليل ونهار ومزعجنا في البيت، لدرجة أن حتى الجيران في الشارع كانوا يعرفوه كويس، لأنه دائما إذا طلع من البيت ومشى العمل وكذا ياخذ معه العود ويحطه بالسيارة، وأول ما يخش للبيت نسمع يغني من غرفتي اللي أنا قاعد فيها. وغرفتي أنا كانت قريبة جدا من غرفته، فكان صوته يوصل عندي وكأني قاعد معاه في نفس الغرفة. أخوي سليمان كان مزعج جدا لدرجة أنه حتى في الحمام أعزكم الله ما يقعد ساكت، يقعد يغني وخلاص. وأمي كانت تتكلم فيه وتقول له يا سليمان الأغاني مش كويسة، والأغاني تجيب لك الشياطين والعياذ بالله. وهو طبعا أول ما يسمع كلامها يقعد يضحك ويقول لها شياطين شنو يا أمي اللي أنت قاعدة تحكي عليهم؟ قال لها لا في شياطين ولا في حتى حاجة، كله خيال. وطبعا كلامه كله غلط، لأن كلنا نعرف أن الجن مذكور في القرآن. أخوي سليمان للأسف كان مقصر في صلاته وما يصلي إلا لما يضيق به الحال، واستمر على هالوضع لفترة إلى أن في يوم من الأيام، وكان الوقت على حوالي الساعة 10:30 بالليل، وقتها أنا كنت قاعد في الصالة، فجاني أخوي سليمان وقال لي يا أخوي أنا نبي نحكي لك حاجة بس متردد. فقلت له خير إن شاء الله، شنو فيك يا أخوي احكي لي. قال لي والله يا أخوي يا فهد إن لي كم يوم لما نكون قاعد بروحي في الغرفة نحس بحركة غريبة، ونحسه كأن في واحد قاعد معي في الغرفة ويراقب فيا. أنا هنا طمنته وقلت له يا راجل كلها مجرد تهيؤات، استغفر ربك وتعوذ من الشيطان وامشي لغرفتك وارقد، وإن شاء الله ما في إلا كل خير. وفعلا رجع على غرفته وعدت هالليلة على خير. وثاني يوم خوي سليمان طلع على العمل ورجع بعد كم ساعة، وكالعادة يعني أول ما جاء البيت خش للحمام عزكم الله وخذاله دش، وقعد في غرفته لين وقت العصر. وبعد العصر قرر انه يطلع مع اصحابه. خوي سليمان كان يحب يمشي للبر ويكشت على قولة اخواننا في السعودية، كان يحب يكشت مع اصحابه، وكان يحب يقعد في هذيك الصحراء، وطبعا ياخذ معاه العود ويغني ويعزف وينضرب ويغير جوه. وفي هذاك اليوم طلع للبر هو ومعاه 2 من اصحابه، واول ما وصلوا للبر حطوا القعدة وجهزوا كل حاجة، وهنا سليمان مسك العود وبدا يدندن كالعادة. والوقت كان قرابة الساعة 10 بالليل، وفجأة سليمان وهو قاعد يغني على العود طاح على الأرض وأغمى عليه. وهنا أصحابه انفجعوا ما كانوش فاهمين شنو اللي صار معه بالضبط، فشلوه بسرعة وركبوه في السيارة ووصلوه للمستشفى. وفي المستشفى أعطوه أدوية، وبعد ما استقرت حالته الصحية أصحابه رجعوه للبيت. ولما رجع للبيت أنا شفت وجه أخوي سليمان، وكان واضح من وجهه أنه تعبان جدا، وكان وجهه أصفر. فقلت له إن شاء الله خير يا أخوي شنو اللي صار معاك؟ فقال لي صاحبه أنهم لما كانوا في البر طاح فجأة وأغمى عليه. المهم قلت له الحمد لله على سلامتك يا أخوي، وشكرت أصحابه اللي كانوا معه في المستشفى، ومسكت أخوي وخشينا لغرفته، وبعدها حطيته في فراشه، وكان واضح عليه إنه تعبان جدا. وأمي كانت تمر وتخش عليه في غرفته وتطمن عليه كل شوي. وأنا يا جماعة الخير كنت من محبين قراءة الكتب، فلما حطيت أخوي في غرفته في هذيك الليلة خشيت لغرفتي وطلعت كتاب وبديت نقرأ لين الساعة 1:30 تقريبا بالليل. وبعد شوي وانا قاعد نقرا في الكتاب بديت نسمع في صوت غريب جاي من جهة غرفة سليمان. في البداية قلت يمكن يتهيأ لي ولا شيء، ولكن الصوت بدأ يزيد وقعد واضح أكثر، وكان في صوت وكأن في وحدة تتكلم داخل غرفته. فاستغربت وقلت شنو القصة، وقلت معقولة أن أخوي سليمان يديرها ويجيب بنت عنده في الغرفة؟ والمصيبة أن الصوت كان واضح جدا لكن كلام البنت كان مش مفهوم. فوقفت من فراشي وبديت نمشي بشويش باتجاه غرفة سليمان، وقلبي كان يدق ومتوتر جدا. وبعدها وقفت عند باب غرفته وبديت اتنصت عليهم، وكنت نسمع فيه يتكلم مع وحدة لكن كلامهم كان مش مفهوم كويس. وبعدين قلت خليني نفتح الباب ونتعارك معاه ونقول له شنو اللي جاب هالبنت في بيتنا.
وفعلا فتحت الباب وولعت إضاءة الغرفة، لكن الغريب أن سليمان كان راقد وفي سابع نومه. وقعدت نتلفت يمين ويسار في الغرفة وقلت إذا سليمان راقد مالي اللي كنت نسمع في أصواتهم قبل شوي. أنا هنا بديت نخاف وطلعت من الغرفة وسكرت الباب ورجعت لغرفتي، وقلت والله العظيم ممكن إنه يتهيأ لي ويمكن يعني كنت سارح بشيء ولا حاجة. فتعوذت من الشيطان وسميت بالله وفتحت كتابي وبديت نكمل قراءة. وبعد مرور 10 دقائق تقريبا الصوت رجع مرة ثانية، والمصيبة أن باب غرفتي كان مفتوح شوي. أنا لما رجعت من غرفة أخوي سليمان قبل 10 دقائق خليته مفتوح، فكان الصوت واضح أكثر من قبل. كان في صوت وحدة تتكلم وتهمس وتقول في كلام مش مفهوم. فتعوذت من الشيطان وخذيت تليفوني وفتحت على الفلاش وقلت يعني ممكن إنه حاليا قاعد مع البنت، فخليني نخش عليه بسرعة في غرفته قبل ما يحاول إنه يدسها أو يخبيها في أي مكان. وفعلا بديت نمشي بشويش باتجاه غرفة سليمان والتليفون في يدي ومشغل الفلاش، وبديت نقرب من الغرفة وقلبي كان يدق وكنت خايف ومتوتر جدا. وأول ما وصلت عند الباب فتحت الباب على طول، وهنا والله العظيم يا جماعة الخير شفت وحدة عريانة واقفة جنب سليمان وهو راقد، وكان جسمها مشوه وشكلها كان مرعب جدا. كانت كبيرة بالعمر وجلدها متجعد، وأول ما حطيت الفلاش عليها التفتت علي وعيونها كانوا كأنهم يطلع منهم شرار. وأنا هنا بديت نعيط ونصرخ بعلو صوتي، وكنت نسمي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدها والله العظيم خشت مع أخوي سليمان في الفراش وهو راقد، وانا هنا طحت على الارض وتليفوني طاح مني وقعدت نعيط بعلو صوتي، وكان جسمي يرعش ومن كثر ما كان صوتي عالي. جوني ابوي وامي وفتحوا الباب وحتى سليمان من صوت عياطي وعام النومه وقال لي خير ان شاء الله شنو فيك. انا كان جسمي يرعش وكنت مصدوم جدا. وامي جابت ميه ونثرتها على وجهي وبدت تسمي علي بسم الله بسم الله، وكانت تحاول توعيني من الصدمه اللي انا قاعد فيها. وقالت لي شنو فيك يا وليدي شنو صار معاك؟ قلت لهم والله العظيم اني شفت عجوز وكانت واقفه جنب خوي سليمان وكانت عريانه، وفجاه وبعد شوي خشت معاه في الفراش وهو راقد. وبعدها ابوي قال لي يمكن يتهيأ لك يا ولدي، وحتى سليمان نط علي وقال لي يا اخوي يا فهد فكني من شرك وفكني من ازعاجك وانت كل يوم طالع لي بقصه جديده. قال لي امشي ارقد في غرفتك وخليني نكمل باقي نومي. وفعلا مشيت لغرفتي وانا عقلي مش قادر يستوعب اللي صار، وكنت نقول معقول الشيء اللي شفته انا حقيقي ولا كان يتهيأ لي. وبعد ما رجعت على غرفتي يا جماعة الخير حاولت اني نرقد، ولكن اسف على هالكلمة كنت طول الوقت نفكر في المرأة العجوز اللي شفتها وهي عريانة. المهم بعد شوي قدرت اني ارقد الين الساعة 3 الفجر، وفي هذيك الساعة بديت نحس ان في حركة في غرفتي. وبعد ما فتحت عيوني وتلفت يمين ويسار شفت في زاوية غرفتي نفس المرأة العجوز اللي شفتها في غرفة خوي سليمان. فبديت نعيط بعلو صوتي وسمعت اللي في البيت كلهم، وعلى طول جوني امي وابوي وشنو فيك شنو فيك يا وليدي شنو فيك. وبدت امي تقرا علي وكان جسمي كله ينتفض، وقلت لهم يا امي ويا ابوي والله العظيم ان العجوز نفسها طلعت لي مرة ثانية. وهنا امي كلمت بوي وقالت له لازم انك تشيل ولدك فهد لعند الشيخ عشان يقرا عليه. وفعلا بوي قرر انه يشيلني الشيخ في شارعنا. كان عندنا في الشارع شيخ معروف وامام مسجد، وفي هذاك اليوم على حدود الساعة 9 بالليل مشينا له انا وبوي. فاستقبلنا الشيخ استقبال طيب، وطبعا هو كان يسكن معنا في نفس الشارع فكانت علاقته مع ابوي طيبة جدا. المهم الشيخ حطني قدامه وحط يده على راسي وبدأ يقرأ علي. قرأ علي سورة الفاتحة والمعوذات والحمد لله طلع ما فيه شيء. لكن الشيخ قال لي يا فهد داوم على أذكارك وحافظ عليهم وخصوصا قبل النوم، وقال لي أقرأ المعوذات دائما، وقال لي حاول أنك تبعد عن الأغاني لأنهم يجلبوا في الشياطين والعياذ بالله. وبعدين بوي قال للشيخ أن فهد ما يسمعش في أغاني، قال لأخوه سليمان هو اللي لاهي في الأغاني إن شاء الله ربي يهديه. المهم بعد ما طلعنا من الشيخ والله العظيم يا جماعة كنت تعبان جدا. وفي هذاك اليوم رقدت الساعة 11 في الصبح تقريبا ووعيت على الساعة 4 العصر، وبعد العصر صليت وتغديت وطلعت برا البيت شوي، وبعدها رجعت على الساعة تقريبا 8:30 بالليل. وبعد ما رجعت خشيت لغرفتي وطلعت الكتاب وبديت نقرأ كالعادة. وبعد شوي وانا قاعد في غرفتي سمعت صوت باب البيت تسكر، ووقتها عرفت ان سليمان جاء. وطبعا نحن نظام بيتنا نركنه في السيارات جوا في السور او في الحوش على قولتهم مش في الشارع. فنزل سليمان من السيارة وكالعادة كان ماشي ويغني وصوته كان واضح وعالي. سمعته وهو خش للصالة وانا قاعد في غرفتي، وانا في اللحظة هذه ينفتح الشباك اللي في غرفتي، وانا انصدمت من هالشيء كيف انفتح بروحه. فوقفت عشان نسكر الشباك، والمنطقة اللي نحن اصلا ساكنين فيها كانت دائما رطوبة يعني وما كانش فيها هواء قوي،
المهم سكرت الشباك وتعوذت من الشيطان ورجعت وقعدت في مكاني، وكنت كل شوي نحط في عيوني على الشباك إلى أن بديت نسمع صوت خوي سليمان يغني. وفي اللحظات هذه شميت ريحة عطر عمري في حياتي ما شميت ريحة نفسها، فكنت نقول إن خوي سليمان ممكن هو اللي راش هالعطر. وهنا فتحت الكتاب الآن وبديت نقرأ، وخلاص يعني نسيت موقف الشباك وريحة العطر اللي شميتها. وطول الوقت هذا كان خوي سليمان قاعد في الصالة ومشغل أغاني في التليفون ويغني مع الأغنية. فكلمته بصوت عالي وقلت له: يا سليمان يا سليمان نقص الصوت شوي، أزعجتني، نبي نقرأ الكتاب. بعدها أمي سمعتني وجتني وقالت لي: شن فيك يا فهد؟ قلت لها: يا أمي ولدك سليمان جدا مزعج، صوت الأغاني عالي ومش قادر إني نركز في الكتاب. فطلعت أمي من عندي ومشت له في الصالة، وبعدها صوت الأغاني سكت مرة واحدة، وما كنتش عارف هل هو حط السماعات ولا سكر الصوت، بس المهم إن صوت الأغاني اختفى. وبعدها رجعت نكمل في قراءة الكتاب وخذاني الوقت وقعدت نقرأ فيه لين الساعة 12 ونصف الليل. وبعدها حسيت بتعب وارهاق، فقلت خليني نمشي نتمدد في فراشي ونقرأ من هالكتاب إلين ما يجيني النوم ونرقد. وفعلا خذيت الكتاب بيدي ومشيت باتجاه الفراش. وانا قاعد في الفراش حسيت ان ريحة العطر رجعت مرة ثانية، نفس ريحة العطر اللي شميتها من قبل، ولكن كنت تعبان واجد فتجاهلتها وقلت خليني نرقد احسن لي. المهم وحطيت راسي، وبعد شوي حسيت بحرارة في الغرفة وبديت نحس بشيء يتحرك على رجلي زي النمل. ففزيت من نومي وشلت الغطاء من علي ووقفت وبديت ننفض في ملابسي وضربت رجلي يعني عشان نبعد النمل. ولكن لما وقفت وركزت على ملابسي ورجلي ما لقيت حتى حاجة، لا نمل ولا أي شيء. فتعوذت من الشيطان وقلت ممكن إني نحلم ولا شيء، وأنا خشيت لفراشي وتمددت فيه مرة ثانية. وبعد شوي حسيت بيد مسكتني من يدي، والله العظيم إني حسيت فيها وكانت يد ساخنة جدا. فوقفت وطلعت من فراشي وقعدت نعيط ونصرخ بعلو صوتي، ومشيت في زاوية الغرفة وأنا نعيط ونصرخ بأعلى صوت. وفي الوقت هذا أبوي ما كانش قاعد في البيت، فجتني أمي وقالت لي: خير إن شاء الله، شنو فيك يا وليدي؟ فبديت نحكي لها اللي صار كله. وبعد ما حكيت لها قالت لي: يمكن إنك تحلم ولا يتهيأ لك. وقالت لي: اسمع يا ولدي يا فهد، قالت لي ارفع فراشك وخليني ناخذك لعند خوك سليمان عشان ترقد معاه الليلة. فقلت لها: يا امي يمكن خوي سليمان يتضايق مني ولا شيء. قالت لي: لا عادي، اهم شيء انك ما ترقدش بروحك، وبكره ان شاء الله تمشي للشيخ مرة ثانية عشان يقرأ عليك. وفعلا خذيت فراشي ومشينا انا وامي لغرفة سليمان. وسليمان بعد ما شافني جاي لغرفته ومعاي فراشي ومخدتي حسيته كأنه تضايق مني وما كانش حاب اني نقعد معاه. فاول ما خشينا للغرفة امي قالت له: خلي اخوك فهد يقعد عندك الليلة. وبعدها طلعت وقعدت بروحي انا وسليمان. طبعا غرفته يا جماعة الخير كان فيها اضاءة زي الوناسة لونها اخضر، وكان في حمام في غرفته. المهم رقدت في فراشي وقعدت نتقلى في مكاني يمين ويسار، ما كانش جايني نوم الى ان سمعت صوت خوي سليمان يشخر راقد. وانا كنت كل شوي نشوف في الساعة الين ما جت الساعة 1:01 بالليل. في الوقت هذا غفت عيني شوية بحدود الثلث ساعة أو أقل، وبعدين بديت نحس وكأن في حركة عندنا في الغرفة. ففتحت عيوني وقعدت نشوف، ولقيت وحدة راقدة جنب خوي سليمان ولازقة فيه وجهها في وجه خوي، ولكن ملامح وجهها كانت مش واضحة كويس. وانا انصدمت من المنظر وقعدت نتعوذ من الشيطان بصوت عالي، لدرجة ان حتى سليمان فز من النوم وجاني يجري وشاف اني حاط عيني على فراشه وانا مصدوم. قال لي: شن فيك تكلم. وانا كنت نعيط ونتعوذ من الشيطان بصوت عالي لدرجة اني وعيت البيت كله من صوتي. وجت امي وقالوا لي: شن فيك احكي لنا. وقلت لها: مني والله العظيم اني شفت وحده كانت قاعده جنب راس خوي سليمان وهو راقد. وقلت لهم ان المشهد كان مرعب جدا. وهنا خوي سليمان بعد ما سمعني نحكي في نفس الكلام ونقول ان في وحده جنبه بدا يغلط ويسب فيا ويقول في كلام اول مره نسمعه منه، وقال لي: انت مريض نفسي وامشي شوف لك دكتور احسن لك. خوي سليمان اللي اصغر مني واللي كان دائما محترمني انقلب علي فجاه وقعد يقول لي في كلام جارح وما خلى كلمه وما قالها. وامي حاولت انها تهديه ولكن هو كان مسكر راسه وكان يسب ويغلط ويلعن فيا. وانا كنت لاول مره نشوف خوي سليمان يتصرف بهالشكل. انا في اللحظه هذه نسيت حتى الرعب اللي شفته وكنت مفكر في كلامه وتضايقت جدا من الكلام اللي قاله لي. المهم قعدت ساكت وبعدها خذيت فراشي ومشيت لغرفتي. ووقتها كنت مكسور جدا ومتضايق، قعدت في فراشي وانا قعدت نفكر في كلام خوي سليمان لما قال لي: انت مريض وامشي شوف لك دكتور نفسي. فشكيت في روحي، يعني قلت: هل فعلا انا اللي نشوف فيه حقيقي ولا
بجد يعني محتاج لدكتور. المهم قررت اني فعلا من بكرة نمشي لدكتور نفسي، ومش عيب ولا غلط انك تعالج نفسك، بالعكس يمكن ان كل اللي قاعد يصير فيه حاليا مجرد وسواس. وحتى الشيخ يعني بعد ما قرأ علي قال لي انت ما فيك شيء، فقلت يمكن اللي فيه وسواس. فقنعت روحي بهالكلام هذا واستنيت لين ما طلع الصبح، ومشيت على طول لهالدكتور وحكيت له عن كل اللي صار معاي، وبعدها شخص لي حالتي وقال لي ان اللي فيك توتر عصبي ناتج عن تفكير مفرط. وبعدها كتب لي ادويه منومه، وفي هذاك اليوم خذيت حبه منوم من اللي اعطاها لي الدكتور، ورقدت من الساعه 1 بعد الظهر الين الساعه 8 بالليل. وبعد ما وعيت حسيت اني نشيط وصحتي كويسه. وفي الوقت هذا سليمان كان زعلان مني وكان ما يكلمش فيا، وحذرني اكثر من مره اني نقرب على غرفته. المهم قعدت اسبوع كامل وما حسيت باي حاجه، والامور كانت طبيعيه جدا. وقلت فعلا كنت محتاج اني نزور دكتور نفسي. وعدت الايام الى ان جاء هذاك اليوم على حدود الساعه 9 بالليل. في هذاك اليوم في الليل رديت للبيت وكنت نبي نشحن تليفوني، خلاص يعني شحنه قريب يكمل. المهم دورت في غرفتي يمين ويسار ولكن ما كانش موجود، فقلت يمكن ان اخوي سليمان هو اللي ماخذ الشحن متاعي وحاطه في غرفته. وفعلا اتجهت لغرفه سليمان وهو بالمناسبه ما كانش موجود، وقلت خليني نخش لغرفته ناخذ الشحن بسرعه ونطلع قبل ما يشوفني، بما انه يعني محذرني وقال لي اكثر من مره انتبه انك تخش لغرفتي. وبالفعل خشيت وبديت ندور في غرفة أخوي سليمان. وأنا ندور يا جماعة الخير انصدمت من شيء، لقيت أوراق موجودة على مكتبة سليمان وكان في رسومات مرعبة جدا. طبعا أخوي ما عنده أي علاقة في الرسم ولا يحبه أصلا، لكن الرسومات بعد ما شفتها انصدمت. شفت الأوراق لقيت ورقة مرسوم فيها امرأة عجوز وطالع من فمها ثعبان، وشفت ورقة مرسوم عليها نجوم ومكتوب تحتها كلام غريب جدا، ولقيت ورقة عزكم الله مرسوم فيها امرأة عريانة ولكن براس عنز. وانا والله العظيم كنت حاط عيوني على الرسومات وانا منصدم، وقلبي كان يدق بسرعة. وبعدها رجعت كل شيء في مكانه، وبعدها طلعت ورجعت لغرفتي وبديت نقرأ في الكتاب. خلاص يعني نسيت حتى الشحن اللي كنت ندور عليه. وبعد ساعة او ساعة ونص تقريبا، وطبعا ما حد شافني اني خشيت لغرفة سليمان. المهم بعد ساعة او ساعة ونص تقريبا جاء سليمان للبيت وخش على طول لغرفتي. واول ما فتح باب غرفتي بدا يعلي في صوته علي وقال لي انت من اللي سمح لك تخش لغرفتي وتفتش بين اوراقي؟ انا قعدت حاط عيوني عليه وانا منصدم. هو شن عرفه ان انا خشيت للغرفة؟ فبدا يغلط علي ويسب فيا وحذرني، قال لي هذا اخر انذار، انتبه انك تخش لغرفتي مرة ثانية. انا كلمته وقلت له يا اخوي كنت ندور في الشاحن متاع تليفوني. وبعدها امي سمعت صوتنا وجتنا في الغرفة وقالت استهدوا بالله وتعوذوا من الشيطان. وقالت سليمان ليش تغلط على اخوك فهد وليش هالكلام هذا كله؟ قالت لاخوك عادي يعني كان يدور على شحنة في غرفتك وبعدين طلع منها، ولكن بدا يسب ويشتم وحذرني اني اخش لغرفته. وبعدها طلع من غرفتي معصب وزعلان وخش لغرفته وقفل الباب. ومش من عوايد سليمان انه يقفل باب الغرفة. وانا قعدت متضايق يعني على الحال اللي قاعدين فيه، كنت نقول يعني شنو اللي صاير في بيتنا وليش كل هالمشاكل. فكنت متضايق جدا من هالوضع، وكنت قاعد في غرفتي الين جت الساعة 2 بالليل. في الوقت هذا وانا قاعد في فراشي بديت نسمع في صوت تمتمات المرأة من جديد، ولكن هالمرة ما كانتش بروحها، لا كان خوي وكأنه قاعد يحكي معاها. فقلت بس خلاص حاليا نبي نثبت لأمي اني ما كنتش نكذب عليها ولا كان يتهيأ لي. فمشيت على طول لأمي وكلمتها وقلت لها تعالي يا أمي واسمعي ولدك وهو جايب بنت وقاعد يحكي معاها في غرفته. وفعلا مشينا باتجاه غرفة سليمان، وانا كنت نمشي قدام أمي وهي كانت تمشي وراي بشويش لين ما قربنا على غرفة سليمان. هنا أمي وقفت وبدت انها تتصنت، وبعدها قالت والله فعلا ان في وحدة قاعدة مع اخوك في الغرفة. صوت البنت هي وسليمان كان واضح جدا، وأمي قاعدة تدق عليه في الباب، افتح يا سليمان افتح الباب. والباب طبعا كان مقفول، فكانت تدق افتح الباب يا سليمان. فاستمرت تدق عليه لمدة دقيقتين تقريبا، وبعدها سليمان فتح الباب. وأول ما فتح الباب يا جماعة الخير كان وجهه منتفخ وعيونه منتفخة وواضح انه كان راقد. فقال خير ان شاء الله، شنو فيه شنو صاير؟ وانا طبعا كنت ساكت، كنت خايف نتكلم ويبدأ بعدين يسب ويغلط. فخليت أمي هي اللي تخش للغرفة وبدت تفتش يمين ويسار وتقول له وين البنت؟ طلع البنت يا سليمان. قال لها يا أمي أي بنت اللي أنت تحكي عليها؟ والله قاعد بروحي في الغرفة. وقال لها أنا أصلا كنت راقد وما فيش حد غيري في الغرفة. وأمي نزلت تدور تحت السرير وفتشت في الدولاب وحتى الحمام عزكم الله دورت فيه، ولكن ما لقت حد. وأمي قالت له يا سليمان أنا سمعت صوت وحدة تتكلم في غرفتك. وأول ما أمي قالت لها الكلام لف علي وبدأ ينظر لي بنظرات غريبة، وقال لي أنت اللي قلت
قلت لها صح. وأنا والله العظيم أول ما لف علي وسألني هالسؤال شفت في عيونه نفس صورة المرأة العجوز اللي شفتها في الرسمة. فقلت له أنا خايف إن أمي هي اللي سمعت الصوت مش أنا، لكن أنا زي ما قلت لكم كنت مرتبك وما كنتش قادر نتكلم من كثر الخوف. وبعدها قال لي يا فهد أنا حذرتك وهذا آخر انذار. في هاللحظة هذه حسيت إنه مش خوي اللي قاعد يحكي معي، مش سليمان أبدا، هذا في شيء هو اللي مخليه يكون على هالوضع. المهم رجعت على غرفتي والشياطين كنت أشوف فيها في وجه خوي. توجهت على غرفتي ومن كثر الخوف قفلت على روحي الباب. كنت خايف من خوي، يعني كنت متوقع منه أي حاجة. وبعد ما خشيت لغرفتي وتمددت في فراشي بديت نتقلب في فراشي إلى أن رقدت وما حسيت في روحي. وفي الوقت هذا بديت نحس في حرارة في غرفتي وبديت نشم في ريحة عزكم الله، ريحة قذرة بمعنى الكلمة. ولما رقدت ووعيت في ثاني يوم جسمي كان كله متكسر. مشيت وخشيت للحمام وخذيت لي دش وبعدها طلعت واتجهت على طول للشيخ وبديت نحكي له على اللي صار معاي. وكان الشيخ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن إن أخوك سليمان في وحدة من الجن عاشقته. وأنا هنا جتني قشعريرة في جسمي. قلت له تمام والحل يا شيخ؟ قال لي الحل إنك تبلغ والدك إن بإذن الله اليوم على حدود الساعة 9-9:30 بالليل نجيكم في البيت ونقرأ على أخوك، وأهم شيء إنك تبلغ والدك بالموضوع. وفعلا اتصلت على ابوي وفهمت شنو اللي صار بالضبط، وحتى ابوي تضايق من هالشيء. والمهم عدى الوقت الين جت الساعة 9-9:30 تقريبا. وفي الوقت هذا جانا الشيخ في البيت ورحب به ابوي ودخل عندنا في المربوعة او في المجلس، وقعدنا نستنى في اخوي سليمان اللي ما كانش عنده علم ان في شيخ قاعد يستنى فيه. وبعد اقل من نص ساعة جاء سليمان البيت وبعدها طلع لابوي وناداه وقال له يا سليمان. وسليمان استغرب وقال له خير ان شاء الله شنو في يا ابوي؟ قال له تعال عندي ضيف قاعد في المربوعة يبيك. فخش عندنا سليمان في المربوعة، وأول ما خش وشاف الشيخ والله العظيم وكأنه شاف الموت قدام عيونه، لدرجة أنه كان خايف أنه حتى يمد يده عشان يسلم على الشيخ. فناداه الشيخ وقال له تعال اقعد قدامي. وفعلا جاء وقعد قدامه وبدأ يتكلم ويقرأ عليه. أخوي بدأ يتلحثم بالكلام وقال يا أبوي أنا طالع من المجلس. أبوي قال له اقعد ومسكه من يده غصبا عنه. وبدأ الشيخ الآن يقرأ عليه في القرآن وهو حاط يده على راسه. والله العظيم وبعد كم دقيقة أخوي طاح على الأرض وبدأ جسمه كله يرعش. وبعد ما طاح بلحظات سمعنا صوته يصرخ، ولكن وكأنه صوت مرأة. الشيطان اللي كانت ساكنة فيه هي اللي كانت تعيط وتصرخ وهي اللي كانت تتكلم. فبدأ الشيخ يقرأ عليها ويقول لها اطلعي، وكانت تقول له انا مش حنطلع منه، هذا زوجي مستحيل نطلع منه. فكمل الشيخ بالقراءة وانا قاعد حاط عيوني عليهم وانا منصدم وخايف. فبدأ الشيخ يقرأ عليها بالقراءة وبصوت عالي، ولكن هي كانت تقول هذا زوجي ومستحيل نطلع منه، وإذا طلعت منه راح يموت. فكان الشيخ يقول لها مش راح يموت إلا بأمر من الله عز وجل. وبدأ يكمل على أخوي سليمان بالقراءة لوقت طويل تقريبا لمدة 2 ساعة كاملة، والشيخ قاعد يقرأ على سليمان، لدرجة أن حتى أخوي كان جسمه وكأنك صاب عليه مية، جسمه كان كله معرق. فقعد يقرأ عليه الشيخ إلى أن أغمى على سليمان. وبعدين الشيخ التفت على أبوي وقال له أن ولدك في وحدة من الجن عاشقته وبإذن الله يحتاج لكم جلسة. قال له لازم أني نقرأ عليه وبكرة بإذن الله جايكم ونجيب معي شيخ ثاني عشان يساعدني. وقال له نجيب معي مية مقري عليها وزيت مقري عليه ونجيب معي مسك. وفعلا أبوي يشكره. وبعدين شيخ الدين طلع من البيت. وبعد 5 دقايق بدأ أخوي سليمان يصحصح وكان حاط عيونه علي وهو منصدم. وهنا سليمان ولأول مرة يحكي كل حاجة بدأ يتكلم وقال أنا كنت دائما لما نقعد في غرفتي ونقرأ أو نغني كنت نحس إنه وكأنه في حد معي في الغرفة. ويوم عن يوم بديت نشوف في وحدة تطلع لي وكانت تجي وتقعد وتحكي معاي، ومع الوقت بديت نحس بيها وهي دائما تقعد معاي. وآخر مرة لما خشيت في الحمام ودوشت قال شفتها طالعة قدامي وكانت جميلة جدا. وقال له يا أبوي بديت نتعود عليها وصارت في حياتي وما عاد قعدت نخاف منها. فهنا عصب بوي وبدأ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له أنت جبت البلاء نفسك وبليتنا معاك وإن شاء الله ربي يفرجها من عنده. قرر بوي في هذاك اليوم أن سليمان ما يطلعش من البيت، وفعلا شال للغرفة وقفل عليه الباب وكلم أمي وقال لها أن أنا قفلت على سليمان في غرفته. فقال لها انتبهي أنه يطلع، ولما تجيبي له حاجة ياكلها حطيها في الغرفة واطلعي منها وسكري الباب إلى أن يجي بكرة الشيخ ويقرأ عليه بإذن الله.
وانا رجعت لغرفتي وكنت تعبان جدا، ونستنى في يوم بكره لما يجي الشيخ ومعاه الشيخ الثاني اللي يساعده. رجعت لغرفتي وحطيت راسي على فراشي وبديت نفكر في الوضع، وكان في قشعريرة وجسمي كله متوتر، بس الحمد لله رقدت في هذيك الليلة. ولما وعيت في ثاني يوم كان جسمي كله متكسر، وعدى الوقت إلى أن جت الساعة 9:30، وهنا الشيخ وصل ومعاه الشيخ الثاني اللي يساعده، وقال لنا الشيخ لازم نخشوا على سليمان في غرفته ونقروا عليه. ولما فتحنا على سليمان الباب كان وكأنه شاف الموت قدام عيونه. نزلناه على الأرض وانا ماسك رجليه، وكان بوي يحاول انه يكتف جسمه، والشيخ الثاني كان ماسك راسه. وبدأ الشيخ يقرأ عليه، وكان وجه اخوي يتغير شوي شوي، بس الغريب ان سليمان ما كانش مهتم فيهم، وعيونه قعدوا لونهم احمر، وكان حاط عيونه علي وانا ماسك رجليه. وكان كل ما الشيخ يقرأ عليه كنت نحس ان وجهه يتغير، وكان يصرخ ويعيط بعلو صوته. والشيخ قاعد يقول لازم تطلعي لازم تطلعي منه. والجن اللي ساكنه في اخوي سليمان قالت انا مش راح نطلع منه، هذا زوجي ولو طلعت منه راح يموت. والشيخ يرد عليها ويقول مش حتقدري عليه الا بامر من الله عز وجل. وفي اللحظه هذه الشيخ طلع الزيت اللي مقري عليه وبدا يمسح على عيونه وخشمه وفمه واذانه، ومسح على رجله اليمين فقط، اليسار لا ما حط عليها شيء، خلى رجله اليسار ودهن رجله اليمين وبدأ يكمل عليه في القراءة. وكان كل ما يقرأ الشيخ كنت نحس ان عيون سليمان تتحول للون الأحمر، وانا سميت بسم الله وقعدت خايف ونحاول نقرأ قرآن من الخوف والرعب اللي مالي قلبي. وفي الوقت هذا حسينا وكأن في ريحة حريقة أو ريحة معفنة في الغرفة، فبدأ الشيخ يكمل ويقرأ عليه، وكان يقول لها اني راح نحرقك بالقرآن إذا ما طلعتي منه. وبعد ما كمل قراءة بحدود الساعتين عيون سليمان بدأت تتحول للون الأبيض وكأنه قالب عيونه. وبدأ الشيخ يكمل في القراءة وقرب عند إذنه وبدأ يأذن الله أكبر الله أكبر. وفي الوقت هذا أخوي سليمان عيط وصرخ صرخة قوية جدا، وأنا هنا حسيت إن قلبي طلع من مكانه. ولأول مرة شفت الخوف في عيون بوي، كان بوي خايف جدا من المشهد. وبعدين خوي سليمان طاح وكأنه ميت، وانا قعدت نرجف وخايف. والتفت على الشيخ والشيخ كان تعبان وخوي طايح في مكانه ما يتحرك ابدا كأنه ميت، لدرجة اني قعدت نبكي وانا قاعد نشوف في خوي، وكنت خايف انه فيه شيء. فكنت نكلم في الشيخ ونقول له يا شيخ هل سليمان خوي فيه حاجة ولا لا؟ فقال لي الشيخ استهدي بالله وان شاء الله ما فيه الا كل خير. ومن فضل الله ولله الحمد الجن اللي كانت ساكنة في خوي طلعت منه وبلا رجعة، وانا ما كنتش مصدق ان الشيخ قال لي هالكلام. وبعد 10 دقايق بعد ما قعدنا واخوي طايح على الارض وعاه سليمان وبدا يتلفت ويشوفه مستغرب، يعني كان يقول من الشيخ واللي معاه. وانا شيخ بدا يكلمه ويحكي له وينصحه، وقال له يا ولدي لا تدمر نفسك بنفسك، طب نفسك بذكر الله وابتعد عن الاغاني، ابتعد عن الاغاني في الحمام وفي البيت وفي اي مكان. وقال له يا ولدي الاغاني باب تدخل منه الشياطين للبيوت والعياذ بالله. قال له اذكر الله وصلي على الرسول وواظب على صلاتك ولا الجنية هذه راح ترجع لك وتقتلك. وبعدها وقف الشيخ وجاب عطر المسك وزيوت، وقال البوي ان سليمان لازم يدهن جسمه كل ليلة. وبدأ ايضا الشيخ ينصحني انا واخوي وقال لي حافظوا على صلاتكم وعلى المعوذات والأذكار. وفعلا من فضل الله حسينا حتى شكل خوي سليمان تغير. المهم بوي شكرها الشيخ وعدت الأيام والحمد لله أمورنا كانت طبيعية جدا، وحياة خوي سليمان تغيرت حتى مع أمي وبوي، لأن للأمانة كان مهمل فيهم ومقصر معاهم، ما كانش بار فيهم. وبعدها أخوي سليمان حافظ على قراءة القرآن وكان صوته جميل جدا، إلى أن الله سبحانه وتعالى هداه وابتعد عن الأغاني. والحمد لله حاليا أخوي سليمان محبوب عند بوي وعند أمي، وكلنا مسامحينه وأنا خصوصا مسامحة في كل حاجة، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم من كل شر. وهذه قصة أخوي سليمان مع الجنية العاشقة اللي كانت تبي تدمر حياته. وفي النهاية لازم نذكر أنفسنا بالتحصين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحافظوا كلكم يا جماعة الخير على القراءة المستمرة للمعوذات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإذا عندك أي قصة حابين نحكيها بقناتي تواصل معي على الروابط الموجودة بالوصف. يا ريت الكل يكتب لي رأيه بالقصة بخانة التعليقات، لأني نحط في لايكات ونجاوب على التعليقات كلهم. نتلاقوا إن شاء الله في القصة الجاية، في أمان الله.